النهارده مراجعه الوحده الاولى من الالف للياء. اول خطوه تحليلات. مقدار ثلاثي بسيط. قولي يا جد. تبقى امسح قوسين. قوسين. س وس. س أس 2 هتنزل س وس. س وس ناقص وناقص في موجب 2 في 3. عددين حاسب ضربهم 6 ومجموعهم 5. 2 في 3. 3 في 2 صح. شكرا. اللي بعديه مقدار ثلاثي برضه. بسيط ولا مش بسيط؟ بسيط ولا مش بسيط؟ بسيط. يلا قوسين. س وسين موجب ينزل وموجب في موجب انا عايز ضربهم 12 ومجموعهم 8. عايز ضربهم 2 في 6. 6 في 2. حط هنا صاد وهنا صاد. يلا يا منى. ماشي. ده بسيط ولا غير بسيط؟ غير بسيط. نعمله بطريقه ايه؟ هوب شرطتين قوسين. قوسين. 6 6 في 4 ب 24. عددين حاسب ضربهم 24 ومجموعهم 11. 8 في ايه؟ 8 في 3. صح؟ ونقسم على الستة هنا وهنا. بصي بقى شوفي الاختصار اللي على اليمين هيبقى عامل ازاي؟ 8 على 6. 4 على 3. اختصار كامل ولا نص؟ اختصار نص بس. يبقى لازم ده ليه اختصار نص. على الثلاثة فعلى الواحد على 3 على 2. خدت بالك ان ده مش كامل وده مش كامل. يعني ايه مش كامل؟ يعني هنا في مقام وهنا في. طبعا يا زهرة انا عارف انك بتحل بالمقص عادي صح؟ هيبقى 3 س. ما منفتحين. هنا بقى المقام يمين 3 و2 والبسط شمال 4 1 الزائد هنا زائد حط فيه قوسين. امال في الاخر ما تحطش خلاص 4 1 4 1. انا غلطت حاجه؟ ده واحد. ما توقفيش خالص يا ما احنا هنكمل كله على بعض. يبقى بقى روح. ده قطع هنقول 9 في 4 في 4 ب 36. وانا هنحط شرطتين. ثواني. شرطتين عددين حسب ضربهم 36 ومجموعهم 12. 6 و6. 6 في 6 ونقسم على 9 ونقسم على 9. هنا تطلع ثلثين وهنا تطلع ثلثين. على فكره لما بتلاقي الاجابه شبه الاجابه يبقى ده كان مربع كده. كنا ممكن نحله مربع كده. يلا دي برضه طريقه من طرق اثبات انه مربع كده. هنحط في الاول 9 س. انا بعمل ايه؟ 3 بنسى. المقام يمين والبسط شمال. المقام ده والمقام ده يمين ويمين والبسط هنا شمال وهنا شمال. س ناقص في موجب ناقص. خش على اللي بعده على طول. يلا يا مريم. ده اسمه ايه بقى؟ فرق بين مربعين. ها برافو عليك. اللي بعديه فرق بين ايه؟ برضو سبحان الله. ها س وس صح صح. طيب امال ده ايه يا زهر؟ قوس صغير زيها عكسها س صد ايه س. هنجيب معلش هنجيب الجذر التكعيبي هنا والجذر التكعيبي هنا. يلا س ناقص 3. دي تبقى س ودي تبقى يلا بقى هنا س في س 9. 3 في 3 3 في س. صعبة دي يا ولاد؟ طب دي جميلة قوي برضه. يلا يا انجي. قوس صغير قوس زيها عكسها يبقى س تكعيب 125 من 1000 جذرها 5 من 10. هي من 1000 يبقى من 10 خلاص؟ طيب هنا بقى س أس 6 5 من 10 5 من 10 25 من 100 واقوم حاطط دي جنب دي وخلاص. تتجزم. شكرا. عارف ازاي انه تحليل تقسيم لو لقيت 4 خانات 5 خانات وهكذا. لان احنا عندنا التحليل اخره مقدار ثلاثي. فاشهر حاجه في التقسيم 4 و5. ممكن واحد يقول لي طب ما هو ممكن يجي 3 ويبقى تقسيم صح. ساعات في مسائل ذكاء كده. ولكن انا بكلمك عن المشهور. قولي يلا يا ليلى. لما الاقي حاجه زي كده بقسمها. قسمي معايا كده. هناخد اول خانتين. طيب توكلنا على الله. اول خانتين مع بعض. اهو. ناخد الف. هتاخدي ايه هنا؟ الالف. الف عامل مشترك. خد الالف ناقص باقي. لما خدنا الالف يبقى الف ناقص. خدنا هنا الالف يبقى باقي. زائد هناخد المشترك 5 ويتبقى الف ناقص باقي. الف ناقص باقي.
فيها اي مشاكل؟ صوتك يا ابني هناك. طيب ايه اللي يعرفك ان التقسيم صح يا ليلى؟ ان القوس اللي يطلع هنا يبقى شبه القوس اللي هيطلع هنا. فعلا الف ناقص ب هناخدها مره واحده. نشوف ايه اللي يتبقى. بقى هنا الف زائد 5. طب شكرا. اللي بعده ناخد س أس 2 ناقص س 2 في قوس. دول مع بعض ودول مع بعض برضه تقسيم. دول هنحللها فرق بين مربعين، تبقى س ناقص ص وس زائد ص. س ناقص ص س زائد ص. ناخد س ناقص ص مرة واحدة. هنا س ناقص ص لسه. هنعمل ايه في دي؟ دي للاسف مش هنعمل فيها حاجه خالص. خلاص؟ طيب ايه اللي يعرفك انك صح برضه يا بدايه؟ ان القوس ده شبه القوس ده هناخده مشترك مره ايه؟ ها؟ يبقى هنحط س زائد ص زائد س زائد ص زائد. شكرا. اللي بعده قول يا رب. هناخد ألف بس هناخد الألف. لا هتاخد دول مع بعض قصدك؟ الصوت بس يا ولد. ودول مع بعض؟ لا في هنا مفاجأة غريبة. استنى سيبي شو ما هتكمل أنا معاك. مش واخدة بالك إن الجيم مش شبه ولا واحدة في دول؟ مربع كام؟ أنت اللي بتقولي صح يا جماعة؟ طيب خدت بالك إن الجيم مختلف عن الكل؟ فالحل هنا بقى يا أولاد الفكرة اللي محدش بياخد باله منها كتير. إن دول مع بعض وده لوحده. دول مع بعض إيه يا جماعة؟ مربع كامل صح؟ يعني هيتحلل كده يا ولاد قوس تربيعي ناقص قوس تربيعي وبعدين قوس كبير مضروب في قوس كبير. ده التحليل بتاع السؤال ده. طب حلل لي ده كده قوس تربيعي هتعمل ايه؟ هناخد ألف زائد جذر ده وجذر ده وسيبك من ده. وهنا جذر الجيم تربيع بايه؟ بجيم صح؟ يبقى قوس تربيعي ناقص قوس تربيعي يتحلل. اكتبوهم له من غير التربيع. ألف زائد ب ناقص ج. تاني مرة. بس هنغير دي. شكرا حلت صح. طيب خش على الناحية التانية بقى. في أس كام في المسألة؟ أشك إنه إكمال مربع. هشك. تعال نجرب ونتأكد. نعمل حاجة اسمها الحد الإيه؟ الأوسط. قول. موجب أو سالب 2 جذر أول س تربيع في 2 يبقى 4 س تربيع. موجب أو سالب 2 جذر الأول في الثاني. س تربيع في 2 اللي هو موجب وسالب 4 س تربيع. حلو. كده احنا جبنا الحد الأوسط صح؟ هنعمل 4 خانات. هنعمل 4 خانات. هنحجز 4 خانات. طب ليه 4؟ هم أصلا 2. قال لك ده يتحط في الأول وده في الثاني طبيعي. يبقى س أس 4 زائد 4 لأن ده أول وثالث. زائد الأوسط بقى يا ولاد بيحجز الخانة الثانية والرابعة على طول. زائد 4 مرة س بالموجب تربيع وناقص 4 س تربيع. ويفضل والأحسن والصح إن احنا نحط السالب في الآخر. ليه بقى؟ لازم عشان السؤال ده يبقى مظبوط 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 الخانة الأخيرة تكون سالبة. سالبة ولا مش سالبة؟ سالب. وتكون لها جذر. الأربعة س تربيع لها جذر ولا ملهاش؟ 2 س. طبعا احنا بنجيب جذر الأربعة بس مالكش دعوة بالسالب. السؤال يقول لي هو السالب 4 له جذر؟ أقول لك لأ بس السالب بنركنه ونجيب جذر الأربعة. ليها ولا ملهاش؟ ليها. توكلنا على الله. كده بقى السؤال مظبوط. يبقى قوس تربيعي ناقص قوس تربيعي وبعدين قوس ناقص في قوس. دي طريقة الحل يا جماعة. آخر خانتين تحسوا إنها شبه. يبقى س زائد 2. بص هنا بقى دي كأنها مش موجودة. س أس 2 زائد 2 ناقص 2 س. جذر دي 2 س. فاهمين احنا عملنا ايه؟ جبنا جذر الأول والثالث والرابع. الثاني الوحيد اللي ما نجيبلوش حاجة. مش هضغط على التاني عشان ما اغلطش. طب آخر خانة بتتعمل ازاي يا س تربيع زائد 2 ناقص 2 س وس تربيع زائد 2 زائد 2 س. ده إكمال مربع. عرفت ازاي؟ هنجيب الأوسط نشوفه مربع كامل ولا إكمال مربع؟ الأوسط بتساوي موجب وسالب 2 جاهز؟ في 2 أس س أس 2 في 9 جذر 3. صح أي فن. هنقول بتساوي 12 موجب وسالب 12 س. ده 12 ده 12 زي؟ لا ما بقاش مربع كامل. هنحاول هنحاول أنا وأنتي نعمله إكمال مربع بقى. هنقول بقى هنحط 5 شرطات. طب ليه 5 شرطات يا روان؟ عشان هنا ده هما في الأصل 3 اه فنزود 2 في زيادة. 1 2 3 4 5. أول حاجة 4 س أس 4 هنحطها في الأول. كده ده وده حاجزين الأول والتاني. والتاني هنكتبه. ده هو حاجز التاني والرابع. هنقول أنا كل موجب. مرة أغلط نفس الغلط. التاني والرابع. هنقول موجب 12 س تربيع. وهنا سالب 12 س تربيع. حط هنا سالب 16.
قبل ما تحلي وتكملي لازم تتاكدي انك هتمشي صح. لما نجمع دول على بعض الاثنين سوالف نجمع ولا نطرح؟ نجم 12 وده 16 28 لها جذر؟ 28 لا او لا 28 ليس لها جذر، وبالتالي احنا ماشيين غلط. طب عشان نصحح الغلطه هنخلي ده اللي سالب وده اللي موجب. ما هو ينفع كده او كده، فانا بجرب بخيالي اول فكره، ما نفعتش اجرب تاني ايه؟ طب تعالى نتاكد برضه انا وانت يا روان. 12 من 16 شرطين عكس بعض نطرح، يبقى الاجابه 4 بالسالب لها جذر؟ 4 سالب او لا 2 هتبقى صح، يبقى السؤال ده اللي هيبقى صح. يبقى انا بختار طريقه من الاثنين، طريقه صح وطريقه ساعات ربنا بيحبك والاثنين يطلعوا صح، دي من عند ربنا. هنرتبهم بقى الاول. هنقول 4 س نص 2. كل ده يتكتب عادي زي ما هو، بس هجمع 12 ناقص 16 وناقص 4 س س ظبطت معاك اهي. اشتغلي بقى. هنحط قوسين تربيعي وقوسين. ناقص قوس تربيعي. أول حاجة. ها في القوس اللي فوق هنحط 2 س أس 2. 2 س أس 2 ناقص 9 جذر 3. 3. خدت بالك انا بعمل ايه؟ جذر ده جذر ده جذر ده. والأربعة هتبقى س أس 2. وبعدين بكتب نفس الحاجه بس من غير الاسس. ها هنقول 2 س أس 2 ناقص 3 ناقص 2 س. 2 س أس 2 ناقص 3 زائد 2 س. اختلاف كله في الاشاره دي، مره موجب ومره. س. طب ينفع اغير الاشاره دي؟ لا، لا. اللي جوه القوس ما بيتغيرش اشاره، اللي بين القوسين بس. خلاص؟ تكمال المربع فيه مشكله؟ طب تعالوا في حاجه ثانيه. طيب وقفي. دي نادره شويه بس لما بتيجي بتبقى في الطول، فركزي معايا وانا بحل. قولي يا بسمعي. ده اولا نوعه ايه؟ انهي نوع؟ فرق مربعين ولا مقدار ثلاثي ولا بسيط ولا غير بسيط ولا ايه؟ لا مربع كامل. مربع كامل. طيب هيتحل القوس تربيع. هنحط 99. البنت اللي بتتكلم تقف. 99 جذر ده 99 جذر الواحد جذر الاول جذر الثاني 100 تربيع 10. شكرا. طيب اللي بعدين قولي يا شمس. نفس الفكره. ده برضو ايه؟ مربع. يا استاذه وانت بتعرف المربع الكامل ازاي؟ باينه. الاولاني اس 2 والاخراني واللي في النص جذر الاول في جذر الثاني في 2. ركزي يا مريم. 7 و3 زائد 2 و7 أس 2 دول لو جمعتيهم هيطلعوا 10 أس 2 ب 100. ده جاي عشري وده جاي صحيح، النوعين حلوين. طب النوع ده فرق بقى هنعمل فيه ايه؟ يلا يا انسه انت. نفتح قوسين. قوسين حلوين. ها 75 ناقص 25 75 و75 ناقص ايه؟ زائد ها 25 25. ها يبقى هنا ب 50 في 100 صح. 5000. طيب اخر واحد اللي جايه دي انا حاططها فيها ذكاء فقلت اجربكم كده. مين اللي عليها الدور؟ انا ولا انت؟ ها نفتح قوسين. فرق بين المربعين. هتبقى 105 ناقص 5 105 هنا و105 هنا. ناقص 5 25 بقى 5 هنا و5 هنا. لان ملهاش اس عشان نقسمها واحده وواحده فنجيب جذرها. تبقى 100 تبقى 100 في 110. طيب دول برضو قلت افكركم بيهم. الحبه الاخرى دول اللي هم النوادر بتوع المسائل. التحليل لن يخرج عن اللي اتقال النهارده ان شاء الله. قول يلا يا عسل. ايه؟ ج زائد الف في كل تربيع ناقص ج ناقص الف في كل تربيع. ده تحليل ايه؟ فرق بين مربعين. ادي قوسين. ج زائد الف ناقص ج ده بنحطه قوس وقوس اللي هو ج زائد الف هنا وج زائد الف هنا، يعني بنحطه مره ومره. كريم خليك معايا. ج ناقص الف ج ناقص الف. ده بقى قوس وقوس برضه. خدي بالك القوس مهم. هقول لكم ليه. طالما السؤال فيه قوس واشاره يبقى النار بقت جنب الكبريت، لازم نشوف ايه اللي هيحصل. لازم نعمل خطوه جديده نتخلص من الاشارتين مع بعض. ج زائد الف ج زائد الف تنزل، ناقص ج دخل ناقص جوه ناقص ب، ناقص في ناقص بزائد الف، دخلت ناقص هنا ودخلتها هنا، الناقص بتغير الاشارات اللي جوه. اما هنا ج زائد الف والزائد ملهاش اي لزوم زائد ج ناقص الف. ج ناقص ب صفر، يفضل لك 2 الف في ج وج 2 ج والالف مع الالف، يعني السؤال في الاخر يبقى 2 في 2 في 4 الف ج. يا نهار ابيض. ساعات يقول لك استخدم التحليل لايجاد كذا في ابسط صوره. خلاص؟
طب يلا يا امل. عدد هحسب ضربهم 6 و4 و5 اجيب 3. ده قوسين عادي. ايوه. وبعدين ج زائد د وج زائد د عادي، ما هو ج زائد د تربيع، يبقى ج زائد د وج زائد د وبعدين زائد زائد وزائد في زائد بزائد، يعني هنضربهم 6 ومجموعهم 5. 3 و2 وقف على كده ملهاش تفصيل. السؤال ده مقدار ثلاثي صح؟ هنحاول نحلله. ما ينفعش اساسا لان ده 3 وده 2. على فكره لو سمحت، من شروط المقدار الثلاثي ان يبقى الاس ضعف الاس. مش ماشي. انت بتقولي تاخد هنا مشترك، ما ينفعش عشان مش هنا وهنا وهنا. بص اللي هو هتبقى 4 و3 عشان هنطرح ما يدينا لا 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 كمل. السؤال ده تقسيم. ايه تقسيم دي يا استاذ؟ افهمك. س تربيعها هات هنا، س تربيعها هات هنا. ناقص وناقص. ال 12 كام وكام؟ حاجه لها جذر تبعيدي وحاجه لها جذر تربيعي. حط هنا 8 حط هنا 4. صح؟ حلل ده قوس صغير، حلل ده قوسين. س ناقص 2 طبعا زي عكسها ايه؟ س تربيع و4 و2 2 س. هنا بقى س ناقص 2 س زائد 2. ايه اللي يخلي السؤال صح؟ انك تلاقي قوس شبه س ناقص 2 مره واحده. والله انا شايف ان السؤال جميل. ممكن نجمع بقى ال 4 و2 6 والس و2 س 3. شكرا. هناخد النص عامل مشترك. بالراحه بالراحه. خدنا النص يبقى هنا س تربيع ناقص 8 على نص. ما بتتقالش كده، الافضل 8 في 2 على نص يعني في 2 بكام؟ كملي تحليل. خد النص عامل قوسين. ها هنقول س وس ناقص وزائد 4 ونص. فيها اي مشاكل؟ طب اللي جايه دي بقى عشان فيها وش. نرجع الدور من اوله تاني. ابتدي يعني. قوسين هيبقى قوسين. فرق بين المربعين. هو ينفع مربعين وينفع مكعبين. الافضل لو لقيت الحلين صح، الافضل اخد المربعين. هو س اس 3 3 صعب ده بجد؟ هقف على كده ولا اكمل؟ السؤال ده ليك مانع. دي ياخد ده هيتحل الفرق المكعبين. قوس صغير زيها عكسها س وهنا ص برضه قوس صغير س طب ده يمشي. شكرا. طيب خش بقى على حل المعادلات. هنبدا في المرحله حل المعادلات. ابدا يا مريم. بتقول ايه؟ لا ده ضرب. هو ضرب 5 في سالب 5 بيطير. طيب قول يلا يا مريم. دي يا شباب معادله تربيعيه بنحلها بطرق التحليل العاديه اللي احنا عارفينها. يلا قوسين س وس ناقص وناقص في موجب. انا عايز ضربهم 15 3 و5. يا اما س ناقص 5 بصفر يبقى س بتساوي 5. س ناقص 3 بصفر س بتساوي 3. اوعى تنسى مجموعه الحل 5 و3. طب اللي بعديها محمد عصمت. ايه المشكله في السؤال ده؟ معادله زي اختها. طب ايه اللي خلاها رخمه يا محمد عصمت؟ ان المفروض في المعادلات السنه دي طرق السنه دي الجنب الشمال بصفر. هو الجنب الشمال بصفر يا محمد؟ هات السته الناحيه. لا لسه هنجيب السته الناحيه بعكس ليه؟ ابتدي قول قوسين بقى. س وس موجب في موجب وبعدين موجب في سالب بسالب. انا عايز ضربهم 6 والفرق 1. 3 في 2 يساوي 6. بعدين نقول له ايه؟ اما بتساوي 0 س ناقص 2 يساوي يبقى س بتساوي مجموعة الحل سالب 3 و2. كريم برضه في
في نفس الاسهم، يعني في سينات يمين، حاجات يمين وحاجات لازم كله يجي في طرف واحد. طب ابتدي يا كريم. هناخد ايه مشترك؟ ناخد سين مشترك. لما ناخده مشترك بنقسم عليه كده لو انت ما تعرفش. 6 تربيع على س، 5 س على س ب5 يبقى س بتساوي 0 او س ناقص 5 بتساوي 0 يبقى س بتساوي 5. مجموعة الحل 0 و5. فيها مشاكل؟ طب اللي بعديها يلا. ايوه دخلنا في المرحلة الأصعب. عدد ايه؟ عدد ايه؟ ولا عدد واحد؟ عدد. ما قلتهاش دي في الشرح اللي فات. عدد أضيف إلى مربعه كان الناتج 20. يلا يا بسملة. انا قلت تاني احنا في الدور التاني. نفرض إن العدد ايه؟ سي العدد ايه؟ سي سي. مربعه ايه؟ شوف اقعد عندك دقيقة، اقعد عندك قد ايه؟ مربعه ايه؟ س تربيع. مكعبه ايه؟ س تكعيب وهكذا. يبقى عدد أضيف إلى مربعه، يبقى نفرض العدد ومربعه. قال 3 أمثاله، 3 س، 4 أمثاله، 4 س. كملي يلا يا دكتورة. أضيف يعني زائد صح؟ س تربيع زائد س يساوي كام؟ 20. ومن هنا تبدأ الحل العادي اللي احنا اتعودنا عليه. هي الفكرة كلها انك تفرضي صح، تكوني المعادلة صح. هات كله في طرف واحد يا بسمة. هنجيب 6 أس 2 وس ناقص 20 يساوي 6. قوسين. س وس زائد والنوم. انا هضربهم 20 الفرق. هنجيب 4 في 5 س زائد 5 تساوي 0. يبقى س بسالب ايه؟ 5. س ناقص 4 س بتساوي 4. لا لو حد قال لي مجموعة الحل هينقص. طالما مسألة كلامية ما فيهاش مجموعة حل. يبقى العدد يساوي سالب 5 أو 4 في حلين، يا إما 4 يا إما إيه؟ سالب 3 وحاصل ضربهم كام؟ 18. ابتدي يا شمس. العدد بتساوي العدد الأول س، الثاني خمس اثنين. أحدهما يزيد بمقدار 3 يبقى س زائد هل يزيد يبقى س. مش عدد صحيحين مش بنزود واحد. ده لو قال عددان صحيحان متتاليان يبقى نزود كل مرة إيه؟ هو قال صحيحان متتاليان؟ طب طبيعيان متتاليان نزود إيه؟ واحد بس على شرط يقول إيه؟ متتاليان. طيب عددان زوجيان متتاليان زود اثنين بس يقول متتاليان، مش قال لي زوجيان ان هم احنا مزودين بمزاجنا لا. المهم حصل ضربهم بقى. اضربهم لي في بعض يا شمس. س ب س ب3 يساوي 18. هاتي الناحيه دي ب س تربيع زائد 3 س ناقص 18 يساوي جبت ال 18 الناحيه دي خلاص، لان ما ينفعش احل معادله فيها يمين وشمال. حللي عادي بقى يا شمس. سين وناقص وناقص. نضرب سالب سالب هتضربهم 18 ونفرق 3 6 في. طب ليه مش ناقص وناقص يا شمس؟ أول إشارة تحط هنا موجب ينزل، موجب في سالب س زائد 6 صفر س بتساوي سالب 6 س ناقص 3 صفر س بتساوي. نقول مجموعة الحل ولا يبقى كلام غلط؟ لا غلط. نقول العدد الأول العدد الثاني. الأول سالب 6 الثاني سالب 6 زائد 3 بسالب 3. يا إما الأول هو اللي ب3 يبقى الثاني 3 و3 6 يبقى الحلين هم يا ولاد 3 و6 أو سالب 6 وسالب 3. خش على مستطيل طوله ضعف عرض ضعف عرض يبقى الطول يبقى العرض الأول. على فكرة في المسألة دي نعمل إيه يا ولاد؟ بس السؤال ده كده. لا بص الحتة دي لو قال طوله ضعف عرضه مين اللي قاله آخر مرة؟ العرض. نبدأ بيه. اللي بيقولوا في الآخر هو اللي ببدأ بيه. يبقى العرض هو اللي بسي يبقى الطول قده مرتين يبقى 2 ايه؟ سي. شفت الفرد بيطلع حلو ازاي؟ طب لو قال لك طوله يزيد عن عرضه مقدار 5 يبقى نعتبر العرض بايه؟ س يبقى الطول س زائد 5. ما تعكسوش عشان السؤال ما يبص معاك.
طيب المساحه الطول في العرض. مين قال الدور؟ قولي يا جنى. مساحة بقى الطول في العرض س في 2 س بكام؟ 2 س. س في س في س تربيع بقى تساوي 50 صح؟ تعرف تحل السؤال؟ يعني زي الترم الاولاني ودي الاثنين هناك يبقى س تربيع يساوي 50 على 2 س تربيع يساوي 25. س بيساوي جذر 25 يبقى 5. وهنا السالب مرفوض لان الاطوال ما فيهاش دي برضه من ضمن المسائل. ما مين اللي بتسال؟ ما سمعتنيش للاخر قلت السالب عشان قلت ليه؟ عشان الاطوال ما فيهاش سواد دي اطوال. اذا الطول اذا العرض الاول وبعدين العرض ب س اللي هو ب5 الطول ب 2 س يعني 2 في 5 بكام؟ شكرا. النهارده ايه؟ 3 انا عندي زعل. عددان صحيحان النسبه بينهما 7 الى 8. نفرض ان العدد الاول احنا هنمشي بالدور يبقى الاول بايه؟ س. لا س ايه بقى؟ لا استنوا محدش يتكلم يا جماعه مش دور. الاول هو اللي 7 س ما هو النسبه 7 الى 8 والثاني 8 س. يبقى لو ادانا نسبه بحط قدام كل واحد س. لا دي معروفه من زمان ولا صعبه؟ الاول 7 س الثاني 8 س. طيب حاصل ضربهم يلا ضربهم 7 في 8 س في س بيساوي بص بقى حاصل ضربهم يساوي 9 امثال الكبير. فين الكبير؟ يبقى 9 امثال الكبير يعني 9 من الكبير. دي كل الحوار والحاجه الصعبه اللي انت مستصعبها. استنى انا اسف هو قال يزيد ولا انا نسيت اكتب الكلمه دي؟ قال يزيد من غير ما اعرف قال يزيد يبقى زائد. معلش 9 امثال الكبير زائد. فاكر اللي قلت لكم لما تلاقي يزيد قولي يساوي زائد يساوي وزائد. هنجمع بقى 9 امثال الاكبر بالاضافه لمين؟ 80. برضه بقول السؤال ده 56 س تربيع يساوي 72 س زائد 80. كده السؤال حلو اظن ان لازم يحصل فيه شروط. نعمل ايه يعني انت رايك؟ ما تتهزيش. نجيب كله في طرف واحد؟ ما هو طبيعي. بص يا جماعه اول فكره افكر فيها ان انا اظبط السؤال كله على ناحيه ايه؟ طب يلا 56 س 2 ناقص 72 س تساوي ده. طيب السؤال فيه تبسيط تيجي نبسط على 9 ولا على 8؟ على 8. 56 على 8 7 56 72 على 8 9 8 على 8 فعلا 7 في 10 ب 70. عددين حاصل ضربهم 70 والفرق بينهم 9. 7 في 10 مفيش حاجه تاني. 5 في 14 5 في 14 5 في 14 نقسم على 7 هنا. نقسم على 7 14 على 7 فيها الاثنين على الواحد. بس خلاص الكمالة سهلة بقى يلا نعمل قوسين. يبقى واحد تحت 1 و7 7 2 5 س وس ناقص ونصف نصب موجب. اكمل بنفسك السؤال يبقى سهل. شكرا جدا في التحليل. طلبة كتير تقول ملهوش صح؟ اقول لك لا يا باشا انت اللي مش واخد بالك. انا خدت بالي من حاجة هما دول يتجمعوا على بعض يبقى 7 س زائد 6. السؤال اتحول هو مش تقسيم ده مقدار ايه؟ مقدار ثلاثي. شكرا. هنحلل قوسين س وس ناقص وناقص هنضربهم 6 ومجموعهم 7 6 و1. شكرا. هنحلل عادي مفيش دعوه باللي هو عايزه وعايز العامل الاخر نحلل عادي. س وس ناقص ينزل ناقص في موجب بناقص. عددين حاصل ضربهم 3 ومجموعهم 4 3 و1. هو مدينا س ناقص 1 خلاص مش عايزين يبقى العامل الاخر س ناقص 3. شكرا. السؤال مش صعب ولا فيه صعوبه؟ طيب يلا يا مريم برضه نفس الكلام مساله اهي هنحللها هتطلع اجابتين. احد الاجابات س زائد 3 هات الاخر. اهو انا عامل له ايه؟ تحليل حلله ها س وس موجب عدد حاصل ضربهم 6 والفرق 1. 3 و2. طب هو مدينا س زائد 3 خلاص يبقى العامل الاخر. شكرا. اسهل مساله ولا ايه؟ خش على اللي بعديها يلا يا ليالي. انا يا استاذ اي حاجه بس يا قولي يا ليالي.
قوسين. لا ولا قوسين ولا حاجه، وعايز قيمه ج لا تجعل المقدار قابل للتحليل. عددين حاسب ضربهم 12 مجموعهم نقط. ما نعرفش، اقعدي جربي الاختيارات نفر. حطي الواحد في عددين حاسب ضربهم 12 مجموعهم واحد. طب حطي 4 في عددين حاسب ضربهم 12 مجموعهم 4. حط ليالي مش حد فيها. طب في عددين حاسب ضربهم 12 مجموعهم 7. هو ده الصح، لان السبعه فعلا 4 في 3. فاهمين الطريقه بتاع الجيم ديت؟ طب يلا يا ولاد برضه الميم بكام عشان يقبل؟ قلت ايه؟ ما على السبوره مش محسوب. حط 12 في عدد حاسب ضربهم 12 مجموعهم 5. طب عدد حاسب ضربهم 7 مجموعهم 5. 14. بص بقى في سالب، في عدد حاسب ضربهم 14 والفرق 5. صح هو ده الصح. طب انتوا فهمتوا المسألتين دول؟ سيبونا من جي. ايه العدد اللي نحطه هنا والسؤال ده غير قابل للتحليل؟ تعالوا نجربوا انتوا يا جو. س عدد ضربهم 5 ومجموعهم 8. 1 في 5 بس مجموعهم مش ايه؟ ما تنفعش. طب ايه رأيك نحاول نغير الخمسة دي عشان يقبل الاسم؟ تيجي نحط عليها 1 تقول لك احنا هنضيفه مش هنحطه مكان الخمسة، هنضيفه على الخمسة. 1 على 5 يبقى كام؟ 6. طب هو 6 في عدد حاسب ضربهم 6 ومجموعهم 2 8؟ لا. طب حط 2. 5 و2 كام؟ 7. لو حطينا 2 هيبقى 7. طب في عدد حاسب ضربهم 7 ومجموعهم 8؟ لا. 7 فرق؟ لا. 7 فرق كام؟ بس مجموعهم كام؟ طيب انا بكلمها ليه؟ طيب فيها صعوبة؟ كده عرفنا حكايه حروف الجيم وهات العامل الاخر والكلام ده. السؤال ده رخم خالص، لانه اصلا مش شغل السنه دي، ده شغل السنه اللي فاتت. ازاي؟ اول ما تلاقي مجاهيل جوه الاقواس، شايفه كده اقواس ومجاهيل صح؟ امشي بقاعده اولاني في اولاني ادينا اولاني، اخراني في اخراني ادينا اخراني، في النص طرفين في وسطين نظام الافقي. اولاني في اولاني ادينا اولاني، اخراني في اخراني ادينا اخراني، في النص طرفين فين؟ تعال نوضح الكلام. يلا يا صديقي معايا. مين عليه الدور؟ قول يا مان. 5 س تربيع في الاول بتساوي 5 س في 5 في ادينا 5 1 س في ادينا س تربيع. ادي الطلب خلص. في صعوبه؟ طب يلا يا بنت 3 في ايه؟ برضه الاخير في الاخير يساوي الاخير يبقى 2. 3 في 2 خلصان. فيها صعوبه لغايه هنا؟ يعني فهمتوها ولا واضح اكتر؟ واحد يقول طب ما انا احللها واللي يطلع اعملها، اقول لك صح برضه ايه؟ اللي عايز يحللها تحليل عادي من غير بسيط بقى، بس هتعذبوا نفسكم. أو 5 في 6. يلا يا رب. برضه الاولاني مع الاولاني يدينا الاولاني 2 3 6 الف بص شفت سهله ازاي؟ الاخراني يدينا 15 في النص بقى. انا كده عايز كام؟ او نبقى هنقول نص 30 في وسطين. طرفين وسطين. ها 2 في 3 احنا 5 في 3 ب 15 الف بالسالب. والاثنين في 3 ب 6 الف بالسالب. طب ليه سالب بقى؟ هجمعهم على بعض 6 15 كام؟ 21 الف. يبقى كام فين؟ ايه؟ كام؟ 21 واحد ولا موجب وسالب؟ ثواني خليك عندي كده بس. اقعد على التعديل كلام. سالب 21. ايوه كام هنا يا شباب؟ بسالب 21. خلي بالكم من الحته دي. زحمه مش احنا هنا يا جماعه 15 ب 6. لان الاثنين المفروض سوالف مع بيجي. الالف المفروض نيجي مع الالف يبقى 1020. لا ولما اقول طالبه في اولى اعدادي 2 طلبه في اولى اعدادي و2 طلبه في اولى اعدادي تاني يبقى 4 طلاب في ثاني اعدادي. ده تمييز ما بيتجمعش. تمييز ما بيتجمعش. طب السؤال ده حلو. طب اعتبره صعب. تعالى ناخد ده نعيد عليه. قولي ها. يلا بسمله قلتي وانت ورا ولا لا؟ قلت انت وشمس ورا صح؟ الدور الثاني قولي يا وفاء. اولاني فاولاني يدينا الاولاني. 1 في كام يدينا 4. 1 س في كام يدينا س تربيع. هيبقى سي. يبقى اولاني فلان تاني اولاني خلاص. طب الاخراني 9 يساوي 1 في كام؟ 1 في كام يدينا 9؟ الواحد في 7. 1 في 9 صح؟ الاولاني والاخراني سهلين. المصيبه لما يكون عايز الاوسط هضطر اعمل له طرفين وسطين واوسع الدنيا كده. دايما يقول لك القفه الصغيره هاخد اول اشاره. اقفي لي يا بنتي يا سامع حمز. شرطه 1 في 4
لي يا ست انا تقول له قفل يا بنتي وبعدين ما تضربش. هي حاجه بسيطه بتفرق بين الضرب والمصدر. اول ما اقول قفل يا بنتي اللي بتتكلم والاقي الكل ركز واحترم نفسه بقوم عارفه انت عارفه الله المثل. لو لقيت واحده بيضحى بقى ما بيهمهاش وكانت بتتكلم برضه ما تزعلوش مني، مش قصه انها قله الادب، بس هي في اللحظه دي مزوداها فلازم اقوم قرص عليها. فهمتوني؟ مش ان هي وحشه او بتاع، بس دايما قرصه الاستاذ تاديب واحترام. عادي كله يتعلم. 9 في 1 بتسعة. بس في طلبه ما بتبقاش فاهمه انا بعمل ايه. تقول لك هو ليه المره دي ضربني انا وساب زمايلي؟ عشان هم لما قلت خليكي معايا خلوهم معايا، وحضرتك لما قلت خليكي معايا لقيتك مع الشيطان، والشيطان مش موجود دلوقتي. برافو عليك، عشان كده ما ضربتوش في رمضان، الشياطين اساسا. شكرا يا نور. ثانية واحدة بالراحة بس كده. مدينا س ناقص ص ب5 وس زائد ص ب7. طالب ايه يا زهراء؟ س تربيع ناقص ص تربيع. هنعمل ايه؟ هنضرب 5 في 7. هنحللها قوسين الاول. انا عارف انت جبتي على طول بذكاء. انا فاهم الناس عملنا كده ليه؟ ان احنا يا اولاد الس تربيع ناقص ص تربيع بنحللها. بنحلل الكبير. س ناقص ص وس زائد ص. س ناقص ص ب5. في 5 في 7 بس. شكرا. الانسه اللي بعدها قولي يا انجي. برضه مدينا س ناقص ص ب3. س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع ب7. عايز 6 تعيد ناقص ص تربيع. بص صغير بص كبير يبقى س ناقص ص زي عكسها. ها س ناقص ص س ناقص ص يبقى س تربيع وص تربيع وس ص. هتلاحظوا ان ده هو ده. ده بكام؟ 3 في ده بكام؟ 7 بكام؟ يبقى المطلوب واحد يقول لي يعني انا مثلا لو جيت في سؤال زي ده ونسيت هو هعملها ازاي وحاسس ان انا تايه، يا اما هضرب وهي بتبقى باينه. لو عايز الكبير هضرب زي كده، هو عايز الكبير اهو. لو عايز الصغير بقسم. خلاص؟ طب ابتدي استبرك هنعمل ايه؟ هناخد دول في قوس ودول. خد الايه؟ شايفه ولا لا؟ قولي. ما انا وسعت لك اهو، امال اعمل ايه تاني؟ هناخد الألف يبقى 6 أستاذ. مش فاهمين ده هي عايزه تقول ازاي؟ سيبنا الصوت. ازاي؟ هناخد البيت يبقى 6 أستاذ. ناخد البيت يبقى سيبنا الصوت. هناخد 6 أستاذ. يا رب تاخد البيت يا شيخ. طيب ناخد سيبنا الصوت مره ايه؟ تبقى أقل زي البيت. ده بكام؟ لا بعمل ده كده ب5 وده بكده بكام؟ يبقى ب5 وايه؟ واحده تقول لي ما انا قلت لك من الاول 5 في 9 ب45. اقول لك صح. اللي مش عايز يحلل لو هو فاهم ولا الموضوع سهل خالص. طيب نيجي هنا بقى الرخامه والتلامه دي شغل سنه اولى على فكره. طب مين فاهم؟ هذا دي السهله مش الصعبه. بس ما هنا مش هحلل ده، انا هحلل الكبير اللي هو س تربيع ناقص ص تربيع يساوي حلو. ده بكام؟ ب 36 يساوي س ناقص ص بكام؟ 9 بكام؟ ب 36. يبقى الإجابة فيها صعوبة؟ طب اللي بعديها س زائد ص ب5. إيه رأيك نعملها على طول بذكائنا؟ ولا عايزاها تحليل؟ طب ذكائك يخليها تتعمل إزاي؟ تقسمها على طول. زميلكم بصوا النصيحة بقى، أقسم 20 على 5 كام؟ طب بعرف إزاي إن أنا أقسمها؟ لما عاوز الصغير بقسم، لما عاوز الحاجة الكبيرة بضرب. ماشي. تقولوا من قلب الحدث معسكر زهرة بالعالم صوروا نفسي. شفتوا متبهدله ازاي؟ طب س زائد 5 5 س زائد ص ب5 وعايز س تربيع زائد 2 س ص زائد ص تربيع. نعمل دي كانت 4 6 عين زائد 6 عين. يمين. اللي هي 6 عين بيساوي س زائد ص في لا في صغير كبير. لا اصل لو س جاب مش هتلاقي الاثنين دي موجوده. السؤال هنا في اسك. طب هتيجي الداخله وانت تقولي مربع كام؟ اسكتي يا سامي. دور الجد. قوس تربيع. ها س زائد ص كل كده. السؤال ده اذكى واحده فيهم اخر واحده. س زائد ص نفسها بكام؟ 5 تربيع ب5. شوف ركزي يا مريم. لو بصيت تاني لقيتك مش بسامعك. انا مش عارف ايه اللي موجود جوه بتبصي عليه. انا زي ما
6 تربيع زائد 6 تربيع بتساوي 9. دي الرخامه اللي انا اقصدها بقى، معلش انا خدتش بالي ان الرخامه في الصفحه الاخيره. يلا يا مريم. هقول لك يا مريم، انا هدخلك الدخل يا مريم، ما تقلقش، سيبك انت لوحدك. اولا اول ما الاقي 6 تربيع زائد 6 تربيع مفيش القانون ده، قال لك لا هنعمل كده قوس تربيعي 3 طريقه اولى اعدادي. اول نص بالراحه. ها صف وهنا 2 س ص. طيب ده بكام؟ عايزين ده اللي احنا عايزينه صح؟ هنحط تحت النقط يساوي س تربيع وس تربيع بكام؟ س تربيع زائد س تربيع بكام؟ 9 زائد 2 في 8. 2 في س ص اللي هي 2 في اكس. كل ده ب 5 وإيه؟ يبقى س زائد س تربيع بكام؟ طب هو عايز س زائد ص بس. 5 موجب وإيه؟ بس فيها صعوبة كده. طيب قول يا سلام. هو مدينا س ناقص ص بكام؟ ب6. وس تربيع زائد ص تربيع بكام؟ هنجيب قول قوس تربيع. هنفك الس ناقص ص كل تربيع 3. ها ده بكام؟ 6 تربيع 36. ما هو 6 واحنا هنربع. س تربيع وص تربيع بكام؟ 40 ناقص 2 س ص معرفهمش. 36 يساوي 40 ناقص يعني لا زي المعادله كده. يبقى 2. ودي ال 40 هناك سالب 2 س ص يساوي 36 ناقص 40 سالب 4. ايوه فعلا جذرها. هنقسم على السالب 2. سالب 4 يساوي 2. واحد بذكائه يعملها ماشي، مش لازم تمشي الخطوات دي كلها. شكرا. لحد ليه؟ قول بقى. موجب وسالب 2 جذر الاول جذر الثاني 12 س. طب خد بالك انه عايز الف بس مش عايز السين، يبقى الالف ب موجب وسالب 12 الا اذا عايز اشاره موجبه او اشاره سالبه. بس هو ينفع الاثنين، ينفع. وخلي بالك ما حطيتش السين ليه؟ لان السين مكتوبه اصلا وعايز الالف اللي جنبها، يعني عايز معاملها. طيب دي لو عايز الاوسط سهل، فيها صعوبه؟ بس ينفع بسالب 12 لان عملتها انا بسالب 12. كمان اصل انت على الاله بتحط الاشاره، انت اللي بتحط الاشاره، بتحط موجب بتحط سالب زي ما انا عامل كده. انا حاطط موجب وانت انت عملت موجب وسالب على الاله؟ انت كده انت عامل على الاله موجب في سالب. الجمله موجب وسالب دي ما بتتكتبش على الاله اساسا. لو حطيتهم جنب بعض هيديكي سالب لان كانك ضرب اشارتين في بعض. قول يا استاذ ابراهيم، لما عاوز الحد الاخير اعمل بنمشي بالمعادله الوهميه واللي ناسيها ومش عارفها وما خدهاش قبل كده يركز معايا. اللي هي ايه؟ لا قول يلا يا استاذ عيد يا ابراهيم. بجيب لي دي الجذر واقسم دي على الاثنين سالب 6 س. كده كده مش مهم الاشاره. اقول تاني الاولانيه والاخرانيه بجيب لهم الجذر، الوسطانيه بقسمهم على ايه؟ حد عنده اعتراض؟ بقسم ده اهو على ده اهو، يعني على 2 س. 6 على 2 س على س دول كده الثلاثه تمام. طلعها لي فوق وانت طالع بعكس 3 في 3. ها لسه فيها صعوبه؟ احنا هنمشي بقى بالدور. انت مش طلعت الدور ايه يا نور؟ قولي يا نور انت ما سالتيش. لا مريم يعني؟ تعالي هنا يا مريم معلش بعد اذنك. تعالي عشان لو حد شايف. ما تقومي تقفي يعني. الفيديو. الواحد تعبان فيه. يا بنت تعالي هنا. طيب وقفي. كده لا يزول. لا يزول قولي يا شو. نقسم ال 20 على 2 20 على 2 كام؟ تبقى 10. س ص. 4 على جذرها كام؟ 2 ص. وقوم قاسم ده على 4 على 2 على 10 10 على 2 5. س تقعد تطلع فوق. 7 على 6. تطلع فوق تبقى 5 5 25. س في س. انا شايف انها مش صعبه والله، حتى لو حليته بالطريقه الاصليه. الاوسط اس 2 على 4 في الثالث. بس عيب الطريقه الاصليه في الارقام الكبيره، ولكن انتوا شاطرين. طيب نيجي هنا بقى. س تساوي 2 احد الجذرين، اوجد قيمه الف، ودي اول مره انا اقولها. كلمه احد الجذرين يعني ينفع اشيل س واحط قيمتها. فاهمين يعني ايه احد الجذرين؟ شيل س وحط قيمتها. مين عليه الدور؟
مين اللي معلش وعايز يقول؟ قول يا جمان. شيلي سين وحط شيلي سين وحط 2 يلا. سيبك من دي. ها 2 أس 2 ناقص 5 في 2 زائد 1000 يساوي كام؟ 0. 2 في 2 ناقص 10 زائد 1000 يساوي ايه؟ طب 4 ناقص 10 يا جمان؟ سالب 6 زائد 1000 يساوي 0. يبقى أ بيساوي موجب 6. شكرا. كلمة أحد الحلول هي أحد الجذور. يعني إيه أحد الحلول؟ يعني شيل س وحط قيمتها. شيلي س وحط قيمتها يلا. مين يا جنى؟ قول. مين ايه؟ جنى. انا الدور يعني؟ شيلي س وحط كام؟ هي دي 3. أ في 3 أس ناقص 4 في 3. خدت بالك وانا بشيلها احط قيمتها ازاي؟ مكان السين بحط قوس. الطريقه دي على فكره هتعودوا عليها في سنه ثالثه على طول. أ في قوس تربيع حطيت جواه 3 تساوي 4 في قوس. يلا يبقى 9 أ ناقص 12 زائد 3 يساوي ايه؟ 9 أ سالب 9 كمل 9 أ يساوي تمام يا باهي. يبقى أ بيساوي 9. شكرا. خش على اللي بعده على طول ما نضيعش وقتنا. يلا يا لسه ريم ما قلتيش النهارده خالص ودي الثلاثه هناك. الافضل يا اولاد لو لقينا س واحده مش لازم احل او احلها معادله عاديه بتاعت الترم الاولاني. يبقى س تربيع يساوي 1 زائد هي ها ما هو انت يا نصحى لما صوتك يطلع لي في الفيديو اعمل فيك ايه؟ سيبي زميلتك تحل. اكتر حاجه ما بحبهاش ان انتوا تساعدوا مع عيب. حل بكام يا نسا؟ موجب وسالب 2. ماشي. بس انا عايز حلو اهي. ماشي يلا. حاسك النحس قولي. طب انا ما قلتش يا استاذ. انا عارفاه. هسألها من هنا ليه يعني هي مسألة اسمعها للاخر وما اسمعش حد يتكلم. ماشي. س ناقص 2 ها هتساوي 0 زائد ناقص 4. يبقى ناقص 4. ماشي هتبقى س ناقص 2 هتساوي جذر 4 جذر سالب 4. ها هتساوي موجب سالب 2. غلط مرفوع. فوق. لا مفهوم. وارجع اقول له مجموعه الحل. اصلا من البدايه من غير ما تحل خطوات لو لقيت س تربيع زائد رقم يساوي 6 فيعني عرفت ان هو احسن رخم. ده السؤال اللي العيال بينسوه ويجي في الامتحان اقول لكم هو جاي في امتحان الشهر وراح يروحوا يقولوا لزمايلكم صلى عليه وان ما جاش خلاص ده مجرد توقع يعني عشان اعرفك. صلى على النبي. عمر احمد الان سي العمر بعد 5 سنين. قول يا عين. خد يا دكتور مكان زمايلك في الاسم. قول يا انسه لا قول يا عين. س زائد 5. طب العمر منذ 5 سنين. س ناقص 5. لو قال منذ نقول له ناقص لو قول له بعد. يا سيدي انا ما قلتش ولا انا ولا هي. ما انت قلتي مكان جنى وانا بخليها تحل فعشان كده خليتك تكرري. بس لو عايزه تقولي خدي لك واحده اهي. مجموع عمري احمد ومحمد الان س فان مجموع عمريهما بعد 5 سنين. س زائد 5 زائد 10. 10. طب لو قلتي 10 ليه تبقى؟ ما تنساش تشترك في القناه تفعل زر الجرس